يا جماعة النهاردة هعمل تحدي مختلف تماما، واللي هو هعيش يوم كامل بدون موبايل. صح، اليوم بدون واتساب، بدون تيك توك، بدون اي حاجة على الموبايل. هعيش كل حاجة في يومي من غير ما ابص على الشاشة اللي متعود عليها كل يوم. انا متوتر شوية عشان الموضوع مش سهل قوي يعني. تخيلوا صحيت الصبح من غير موبايل، ولا اعرف اي اخبار، ولا اقدر اتكلم مع حد. اجرب اصحى، افطر، العب، اذاكر، واتعامل مع كل المواقف اليومية، كل ده من غير موبايل. والاحلى اني هشارككم المواقف الغريبه والمضحكه. هل اقدر اعيش اليوم ده بدون ما ارجع له، ولا هنهار من غيره؟ ساعدوا معايا وخدوا نفس عميق، وتعالوا نشوف مع بعض تحدي يوم كامل بدون الموبايل. يلا نبدا التحدي. صحيت الصبح، مسكت التليفون، افتكرت ان التليفون ممنوع. بصراحه انا متضايق شويه، بس ده طبيعي، لان لما بتتفرج على ريلز تيك توك او يوتيوب يعني المخ بيفرز هرمون اسمه الدوبامين، وده هرمون المتعة اللي بيخلي المخ مبسوط وصاحي. عشان كده لما تبطل تمسك الموبايل بتحس انك تايه وزعلان كده. بس النهاردة لازم اقاوم. كنت قاعد الصبح زهقان ومش عارفه اعمل ايه، بس جاتلي فكره ان ابدا اذاكر. مسكت الكتاب وفتحته وبدات اذاكر، علشان اهم مهمه في يومك لازم تعملها الصبح. طيب ما انا دلوقتي ذاكرت شوية، فعايز اعمل اي حاجة استريح بيها يعني. فمش عارف ممكن العب ايه او اعمل ايه دلوقتي من غير التليفون. هو لما كنت باخد راحة يعني كنت بتفرج على ريلز بس. قررت العب شطرنج، بدات اظبط القطع وقررت العب مع نفسي. انا دور، هي دور، انا دور، هي دور، انا دور، هي دور. لكن في الدور ده هي اللي فازت، وانا كنت زعلان جدا عشان هي اللي فازت. في اللعبة اللي بعدها قررت العب طاولة، وانا دور، هي دور. وفضلنا كده شوية حلوين، عشان انت طبعا عارف لو بتلعب طاولة يعني انه دور الطاولة بياخد وقت طويل. وفي الاخر انا اللي فزت، وكنت فرحان جدا، ونفسي كانت زعلانة جدا عشان هي اللي خسرت. وبعد كده قررت العب كوتشينة، والمرة دي مع نفسي فعلا. فضلت العب شوية واتسليت جدا. بعد كده قعدت زهقان جدا ومش عارف اعمل ايه. زهقان زهقان زهقان. طيب مع دلوقتي بما اني اللي انا قاعد زهقان كده ومش عارف اعمل ايه، معلش صوتي تعبان شويه عشان عندي بقى مش عارف اعمل ايه، فممكن مثلا مش عارف، عايز اعمل اي حاجه استفيد بيها. ممكن اقرا كتاب بجد. طب دي هدور على كتاب واجيلكم تاني. بصوا يا جماعه، وانا لقيت الكتاب ده عن مجله ميكي، تقريبا فيه قصص وحاجات كده مقصعه شويه، واقراها كلها اهي. حقل المرعب اهي القصة دي، هحاول اقرا فيها شوية واشوف تتكلم عن ايه، ودي حاجة برضه استفيد بيها يعني. فضلت اقرا واقرا وما زهقتش عشان القصة دي كانت ممتعة جدا. تمام يا جماعة، دي كانت قصة ممتعة جدا الصراحة. بصراحة كان اليوم غريب وصعب في الاول، بس لما عدى اكتشفت انه كان في وقت كبير اوي كنت بضيعه على التليفون. جربوا تعملوا التحدي ده بس يوم واحد بس وشوفوا النتيجة. وبس كده، لو عجبتكم فكرة الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتعمل مشاركة، وقولي في الكومنتات يا عزيزي المشاهد عايز فكرة الفيديو الجاي تكون عن ايه.